أطفال ممكن تكون الأم ما اهتمتش، مثلا حصل تسوس للسنة نفسها، السنة اللبنية طبعا. فهل السنة اللبنية دي ليها علاج قبل الطربوش بقى؟ طبعا. هل ليها علاج يا دكتور؟ طبعا بنعملها كل حاجه زي اسنان الكبار، بنعملها حشو عادي وحشو عصب وطربوش بعد حشو العصب. لا احنا من السنه اللبنيه دي بنعملها اكنها سنه طبيعيه جدا، لازم يعني نحافظ عليها. احنا السنه اللبنيه دي مش عشان هي هتقع فما نحافظش عليها او ما نعملهاش اي علاجات، لا بنعمل طبعا. يا دكتور الطربوش ده مثلا مش بيأثر على السنة انها تطلع او ان هي تكون عندها السبيس الكافي انها تطلع وتطرد السنة اللي قبليها؟ ده سؤال حلو قوي. الام دايما بتيجي العياده تقول لنا انا ليه هعمل طربوش لسنه لابني وهي هتقع؟ ايه لازمتها؟ ما هي كده كده هتقع، فخلاص ليه اعمل الطربوش؟ فطبعا لا، السنه اللبنيه دي سنه مهمه جدا، مش عشان هي هتقع فانا اتجاهلها او ان انا اقول ان هي هتقع فما اعالجهاش، لان انا لو ما عملتش الطربوش هتقع بدري عن ميعادها، وده هيؤدي ان السنه الدائمه يا اما مش هتعرف تطلع خالص يا اما هتطلع في مكان غلط او معوج. فعلا دي اخطاء دي يعني مشكله بالظبط. يعني احنا كلنا نقول ودايما بيجي في بالنا انا ابني عنده مثلا تسوس او اي حاجه، لا طب انا اروح اخلعها وهي كده كده طالعه، ما بهتمش حتى بالمسافات كمان. كونسبت غلط جدا. يعني كونسبت مشهور بس غلط جدا، يعني ممكن نحشي السنه اللبنيه اللي هي هتتخلع بعد كده يا دكتور. عشان نحافظ عليها على مكانها، احنا محتاجين مكانها ده ومحتاجين نخليها. المكان هو اللي بالظبط، المكان مهم. وطبعا صحه خطوره الطفل ان تتخلع ايه؟ طب يا دكتور طالما اتكلمنا خطوره انها تتخلع ما فيهاش خطوره، بس في اوبشنز. يعني هي لو اتخلعت لازم نعمل حافظ مسافه. لازم نعمل حافظ. ده سؤال برضه رهيب، لانه الامهات كتير بتخلع سنان الاطفال من غير ما تعمل حافظ المسافه ده لو اتخلعت بدري يعني. فحافظ المسافه ده مهم جدا. زي ما قلنا السنه الدائمه اللي طالعه دي محتاجه تطلع في مكانها، محتاجه تلاقي سبيس بتاعها موجود، يعني زي الصوره اللي معانا حافظ المسافه اسمه سبيس مينتينر. حافظ المسافه بنحطه على الضرس الدائم وبيكون في سبيس كده بيتسند على الضرس اللبني عشان السنه الدائمه اللي تحته بص حضرتك تطلع في مكانها. لو هي الصوره اللي تحت الصغيره دي بصي، لو احنا ما عملناش سبيس مينتينر الضرس الدائم هيبتدي يميل ويقفل المكان خالص، فالسنه الدائمه ما تعرفش تطلع. يعني اتفقنا الطربوش مش بيأثر على السنه الدائمه اللي هتطلع ولا بيمنع طلوعها، لان في ناس كتير قوي تخاف تقول ازاي اركب طربوش لابني او بنتي، ده السنه اللي تحت هتطلع ازاي؟ صح. لا طبعا ما بيأثرش خالص، لان السنه اللبنيه لما بتقع بالطربوش عادي جدا، والسنه الدائمه بتطلع في وقتها وتمام.